احترت معاك يا مصر وحيرتيني، قلت ذاكر هتنجح وسقطتيني، اجتهدت زيادة وقلت يمكن هتكافئيني، لكن في الاخر ما استفدتش اي حاجة غير انك طلعت عيني. وعربي في البدايه كده قبل ما اتكلم عن مسلسل سوشيال اللي لسه نازل للنجم احمد زاهر اللي لسه نازل على منصه فيو بقالوش يومين او النهارده كانت اول حلقه، عايز بس كده اقول حاجه بسيطه جدا. المنصات بتاعت الافلام والمسلسلات كترت جدا في مصر، ودي حاجه مش وحشه، دي حاجه لطيفه علشان نشوف اعمال مصريه كتيره جدا. لكن الغريب في الموضوع ان ليه اي فيلم دلوقتي او اي مسلسل بيتعمل على اي منصه من المنصات دي لازم يكون فيه يوتيوبرز مشهورين او بلوجرز مشهورين وانفلونسرز كتير مشهورين؟ يعني ليه؟ هو ده بقى ركن اساسي من ركن التمثيل في مصر دلوقتي؟ ولا عشان المسلسل ينجح لازم نجيب ناس ناجحه في المجال بتاع السوشيال والكلام ده كله علشان نعرف ننجح المسلسل؟ رغم ان في شباب كتيره جدا جدا ممثلين لسه طالعين دلوقتي عايزين ياخدوا الفرصه بتاعتهم، لكن هم مش لاقيين فرصه. لا، والموضوع خرج بره البلوجرز وبره الانفلونسرز خالص وبقى موضوع تاني تماما. بقينا دلوقتي نشوف مغنيين الراب بيمثلوا، اللي هو من امتى يعني مغنيين الراب بيمثلوا في الافلام والمسلسلات والكلام ده كله؟ ده الواحد على كده مش بعيد يتشير شويه بالقناه وبعد كده نفسه بيمثل في مسلسل. يلا مفيش مشكله، عليه العوض. كنت داخل انام فببص على السوشيال لقيت مسلسل بيتكلموا عنه لسه نازل منه حلقه واحده اسمه سوشيال. سبحانه، على السوشيال ميديا مسلسل اسمه سوشيال. المسلسل ده بيتكلم عن قصه السوشيال ميديا وان هي بقت سلاح ذو حدين. الحدين دول بيكونوا هما الفساد او الدمار، الحد التاني بيكون كسب المال. كلتا الحالات كلها بتؤدي للفساد. نشوف ان المسلسل من بطوله النجم الكبير احمد زاهر والفنان تامر فرج والفنان القدير عبد العزيز مخيون. طبعا لحد كده الكاست ماشي زي الفل. بنبص بقى على شويه التتر بتاع المسلسل اللي نازل كده بنلاقي بيقول لك ومع الوجوه الجديده شاهين. هتقول لي مين شاهين ده؟ اقول لك شاهين ده بتاع الراب. هتقول لي قول لي خلى واحد من بتوع الراب يمثل في مسلسل عربي يعني؟ اقول لك يعني انت سبت شاهين ومسكت في وجوزة الحكيم لما مثل في مسلسل ديدو؟ ما هو كله دخل المجال وكله بياكل عيش يا عم الحاج. الموضوع يسكت على كده؟ لا، نبص بعد كده نلاقي في التتر نازل مين؟ نادي الحاج هيكل وفرشة الحاج هيكل وعيلة هيكل كلها. بنشوف الامز توينز اللي هم هيكل توينز. هيكل توينز دول من اشهر اليوتيوبرز اللي في مصر. طبعا بنشوف كريم سرور، محمد امين، وفرح الزاهد اخت هنا الزاهد، وترابيزات بلياردو وبنج. بتبدا الحلقه بتاعتنا وبنشوف شهاب اللي هو احمد زاهر شغال صحفي في جريده الجرايد اللي هي الخاصه بقسم الحوادث يعني، وبيكون قاعد على المكتب بتاعه فبيجي له رساله على الكمبيوتر بتاعه عليها علامه الاكس. زي كده بنشوف مراته بترن عليه ومتعصبه جدا وبتقول له انت كذاب وخاين وليه كل الفتره دي كنت تضحك عليا؟ فهو بيكون مش عارف يعمل ايه وبيكون مش عارف ايه السبب ان هي بتقول له كده. يخش عليه صاحبه علي بالتليفون يقول له ايه الفيديو اللي منتشر ليك على الفيس دوت يا شهاب؟ شهاب بيشوف الفيديو فيقول لهم انا ما عملتش كده وده متفيك. عن نرفزه مرات شهاب بتعمل حادثه بالعربيه هي وغلام. بعد كده بنشوف ان شهاب قايم من الغيبوبه بتاعته وشكله كده زي ما يكون تعبان او في حاله نفسيه مش كويس. بيفضل ينادي على مراته بينادي على عياله لكن ما حدش بيرد. فبيقرر يروح القناه اللي مراته شغاله فيها. بيعمل هناك قلق في القناه لكن بنعرف منها ان هم الطلاق بقالهم سنه من ساعه الحادثه اللي حصلت وابنهم مات فيها. لكن طبعا شريف بيكون عنده حاله نفسيه مش كويسه وكل شويه بينسى الموقف. بعد كده الحلقه بتمشي وبنشوف البلوجرز بتوع الجيم والناس اللي هم العضلات والكلام ده كله، شغل بقى الانستا والاستوريهات بقى والمشاهدات والكلام اللي احنا عارفينه ده كله يعني. وبعد كده بنروح لاولاد الحاج هيكل توينز، هم في كافيه وبيعملوا استوريهات في الكافيه دوت على مسابقه وسحب ايفون زي ما احنا بنشوف على الانستجرام المسابقات اللي البلوجرز بيعملوها مع بعض. وبيكون في ناس كتير مستقبلهم بقى بالتصوير وان هم مشاهير والكلام ده كله والهيصه دي يعني. طبعا بنشوف من الطبقه اللي هي مهروسه في وسط المشاهدات دي كلها، العمال اللي شغالين في الشركات والعمال اللي قاعدين في الشارع والناس دي كلها هم بيتفرجوا عليهم وسايبين شغلهم. على سبيل المثال يعني واحد شغال في الشركه بتاعه علي اللي هو صاحب شهاب، فبدل ما يكتب اخبار قاعد بيتابع اخبار البلوجرز بيعملوا ايه وحفلات مين وافراح مين والليله بتاعتهم دي. ده طبعا بيكون تدمير للشغل بتاعه اصلا. في ان شهاب واقف مع علي صاحبه في الشركه بتاعته بيقول له انا عايز ازود المجال بتاع الشغل بتاعي في الصحافه. بيقول له يا شهاب انت داخل في سنه من ساعه الحادثه وانت مبطل شغل، عايزك ترجع تشتغل معايا في الشركه تاني ونعمل لك اسم مختلف علشان الناس ما تعملش مشاكل بسبب الحادثه اللي حصلت بسبب، وهو بالمره استفاد من الخبرات بتاعتك في مجال الحوادث. لكن شهاب بيقول له انا هفكر في الموضوع دوت وهرد عليك. بنروح بعد كده لمين؟ ده شاهين اللي هو طالع في المسلسل بدور اسمه المارشال، وبيكون عامل حفله في الفيلا بتاعته احتفالا بجوازه النهارده. وفي اللحظه دي بيكون قناه اليوتيوب بتاعته وصلت 15 مليون مشترك. بيكون بقى طالع لايف على الانستجرام بتاعه عمال بقى يعد في مشتركين ويعد بقى في ناس متابعين للفيديو وبيحتفل بقى، والفرح كان كله مشاهير من اللي انتوا عارفينهم من اليوتيوب. نشوف بقى كل فاتح استوريهات التاني وكل فاتح لايفات وكل عمال يتكلم في ناس، والناس نفس النظام اللي احنا بنشوفه بالظبط يعني على الانستجرام يعني. اصل مسلسل اسمه سوشيال يجيبوا لك مثلا محمد صلاح يمثل؟ اكيد لا. ده كويس اللي احنا ما لقيناش علي غزلان في المسلسل او مثلا احمد حسام. لكن برضو رغم كل الشهره اللي هم فيها دي كل واحد اشهر من التاني وكل واحد عنده فلوس اكتر من التاني، بنشوف الغيره والحقد ما بينهم هم الاثنين وما بين الناس كلها يعني. حتى حياه المشاهير وحياه الناس الاغنياء فيها غيره وحقد، وده اللي
اللي بيبان لما صاحب المارشال بيجي الفرح وهو مش معزوم وبيديله مشروب يشربه، والمشروب ده بيخليه يتعب ليله الفرح بتاعه. بتشوف بعد كده ان شهاب اللي هو احمد زاهر بيكون النهارده ميعاد ان هو يزور ابنه في الحضانه بتاعته، لان كل اسبوع بيكون له زياره ليه. لكن كل شويه شهاب بينادي لابنه بادهم بدل ما يقول له اسمه الاصلي اللي هو ادم. ادهم ده هو ابن شهاب اللي مات، اللي هو يعتبر اخو ادم. فالولد طبعا بيكون عنده حاله نفسيه مش كويسه جدا، والدكتور بيكون بيقول لهم ان حاله الولد دي هتبقى سيئه طول ما انت بتناديله باسم غير اسمه، لان انت كده بتضيع الثقه في نفسيته. ونشوف بعد كده المشاكل اللي بين شهاب ومراته بسبب الحادثه، وان مراته لحد دلوقتي مش مصدقه ان هو مش السبب في الفيديوهات اللي نزلت على السوشيال ميديا دي، وبسبب الفيديو المتفيك اللي حصل في شهاب ده دمر له حياته ودمر له شغله ودمر له مستقبل ولاده. مش بس كده، ده كمان ابنه مات بسبب المشكله دي، ودي اكبر جريمه من جرائم السوشيال ميديا، ان هي ممكن تحطك في موقف انت ما عملتوش اساسا. بنشوف بعد كده شاب خرج من الحضانه وراكب العربيه بتاعته وماشي في الطريق، ويكون في واحد بموتوسيكل مراقب شهاب من قبل ما يروح الحضانه، وفي مكان فاضي كاوتش العربيه بتاع شهاب بيفرقع. فبينزل الراجل اللي كان راكب الموتوسيكل ومراقب شهاب بالعربيه ده، بيقول له انا عارف عنك كل تفاصيل حياتك. فعلا بيصدم شهاب بكل التفاصيل اللي هو عارفها دي، وبيقول لشهاب احنا عايشين في عصر السوشيال، والسوشيال ده عالم افتراضي كبير جدا الناس بتحكمه مش احنا اللي بنحكمه، واحنا اللي ماشيين فيه على حسب ما هم ماشييننا بدماغهم. وبيقول لشهاب لو انت سالتني اي سؤال انا ممكن اجاوبك عليه. لكن شهاب بيكون مستغرب من الموضوع اللي بيحصل وبيقول له هو انت هاكر؟ لكن بيرد عليه ويقول له دلوقتي الموضوع تطور بقى اكتر من الهاكر بكتير. هاكر دي كانت كلمه قديمه. وبيديله تليفون كده تاتش، بيقول له التليفون ده فيه ابلكيشن لو انت دوست عليه هيعرفك حاجات كتير انت كنت عايز تعرفها ومش عارف. وبيتفق معاه على ميعاد يتقابلوا فيه بالليل في نفس اليوم اللي هو شافه فيه، عشان يحكوا له تفاصيل كتير ويعرفوا مين السبب ورا نشر الفيديو بتاع شهاب على الفيسبوك. وبيقول لشهاب انا عندي الحل لكل مشاكلك وكل حياتك اللي باظت دي ممكن احلها. لكن شهاب بيكون باين ان هو مش مهتم قوي طول ما هو قدامه. لكن بعد ما الهاكر ده بيسيبه ويمشي، شهاب بيفكر في الموضوع ويعرف ان كلامه صح. شهاب بيفتح التليفون وبيدور في التليفون على اسم واحد اسمه اسماعيل مغازي، واسماعيل مغازي ده كان صاحب شغال معاهم زمان في الشركه بتاعتهم، لكن غاب 3 اشهر ورجع بعد ال3 اشهر دول غني جدا وعنده شركات لوحده وبقى عنده بيت كبير لوحده. طبعا ما حدش بيكون عارف هو جايب الفلوس دي كلها منين وايه السبب وراه، واللي بيكون عارف كل دوت هو الهاكر اللي جه كان بيكلم شهاب. اللي بيجي وشهاب بيقرر يروح عند العنوان اللي الهاكر اداهوله، وفعلا شهاب بيروح لكن بيقف من الباب من بره، وبيشوف ان في 2 لابسين لبس اسود في اسود ولابسين قناع على وشهم وماسكين الهاكر ده ومثبتينه بسلاح في الشقه بتاعته، وبيسالوه انت مين اللي وراك ومين اللي بيوصلك المعلومات دي كلها. شهاب بيكون مستغرب ومش عارف مين الناس ديت، بيفضل واقف يستمع للموضوع بتاعهم، لكن فجأة بيقتلوا الواد الهاكر. فشهاب بيخاف ويجري والحلقة بتخلص على كده. هو انطباعي الاول عن الحلقة دي في المسلسل ان هي مقبولة كبداية لمسلسل لسه هيعرفك القصة فين ويعرفك مين سبب الجريمة الكبيرة اللي شهاب واقع فيها دي. لكن من ناحية البلوجرز واليوتيوبرز والانفلونسرز الكتير اللي في المسلسل دول انا لحد دلوقتي ما شفتش ليهم فايدة، لكن اتوقع ان هيكون ليهم عامل مشترك بين الجريمة اللي شهاب واقع فيها وبين الحياة بتاعتهم اللي هم عايشينها. لكن اتوقع الحلقات الجاية من المسلسل هيكون المسلسل قوي، لان كده احمد زاهر مش هياخد حاجة ضعيفة يعملها يعني. لكن الرسالة للمسلسل ده عايز يوصلها لنا ان اكتر حاجة بتدور البني ادم وبتدور العالم هي السوشيال ميديا. اي حاجة ممكن تنزل على السوشيال ميديا ممكن تتصدق، في حين ان لو واحد صاحبك قالها لك وش لوش ممكن ما تصدقهاش وتكذبه. والسوشيال ميديا برضو منعت الثقة في الناس كلها، وخلتنا نثق في ناس ما بنشوفهاش ولا نعرف عنها اي حاجة خالص، وخلتنا ان احنا كلنا متراقبين، وان السوشيال ميديا عالم مدمر للبشر ومالوش باب للخروج. استنى اشوف الحلقات الجاية من المسلسل، بينزل 5 حلقات كل اسبوع. المسلسل اول حلقة لسه نازلة النهاردة، يستمر لمدة 3 اسابيع يعني 15 حلقة. هنعرف في الباقي بقية الجريمة وايه اللي هيحصل بعد كده لشهاب وقصته. طبعا المسلسل بيجي على قناة الحياة الحمراء، يجي الساعة 9 بالليل كل يوم من السبت للاربعاء. عجبتك الحلقة دوس لايك واشترك في القناة واكتب لي كومنت حلو كده واعمل لي شير وفعل الجرس بقى عشان تشوف الفيديوهات الجاية، لان الفترة الجاية يكون في فيديوهات كتيرة جدا. بس كده يا افلامنجية ما تنسوش تعملوا اللي انا قلت لكم عليه وتفعلوا الجرس ضروري 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 علشان تعرفوا كل حاجة جديدة. اشوفكم على خير، سلام.